في موضوع آخر، مصالح ولاية أمن طنجة بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية تمكنت في عملية نوعية أمس الثلاثاء من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في ميدان السرقات المسلحة وترويج المخدرات، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية من أفراد تلك الشبكة الإجرامية على خلفية الاشتباه في صلتهما بمحاولة السطو المسلح باستعمال السلاح الناري استهدفت سيارة لنقل الأموال في 13 من غشت الجاري. التحريات الأمنية المنجزة في هذا الصدد أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي من أبناء طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقات المسلحة والاتجار في المخدرات بكل من المغرب، بلجيكا وإسبانيا، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المشتبه فيهم الذين تم تحديد هوياتهم باعتبارهم من المشاركين في تنفيذ محاولة السطو المذكورة.